تعالوا نشوف يا جماعة الطبق ده عملناه ازاي وطريقته سهلة وبسيطة جدا. بصوا ده شكله جميل وهايل وطلع من الفرن. شوفوا ولا بقى فتح من جنب ولا الجلد ولا اي حاجة، لان انا حاطة جواه الفرخة المحشية دي، حاطة جواها الحاجة وهي مستوية، يعني مش سايباها للظروف انها تستوي وانها ممكن تفتح جلد الفرخة معايا، لا خالص، ومتحمرة واخدة لون هايل وتحفة. وبصوا الحشو من جوه جميل جدا. وعايزة اقول لكم بقى اعتراف، انا اول مرة استخدم الفريك في حشو. عادة دايما بفضل الرز في الحمام في اي حاجة في الفراخ نفسها عن الفريك، لكن بصراحة طلعت تجربة جميلة جدا، ومش هستغنى عن الفريك بعد كده خلاص في الحشو بتاعي، لانه طعمه طلع جميل جدا وتغيير وحلو وخفيف ومفيهوش اي حاجة خالص. وانا ضيفاه هنا على الفراخ وهو مستوي تماما. تعالوا يلا نشوف الطريقة. في البداية كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ضفنا كده المادة الدهنية بتاعتنا، معلقتين كده سمنة، وعليهم البصلاية كبيرة كده متقطعة كده في الكبة مكعبات او اي حاجة على ايديكي مثلا. وببدأ اشوح هنا في البصلة، انا مش بدي لون للبصلة، دايما عادة التشويح بيبقى افضل حاجة لاي حاجة احنا بنعملها، مش محتاج نغير لون الا مثلا في حالات معينة زي رز السمك او الكشري، دي اللي ممكن استثناءات كده معينة. هنا كنت مقطعة طبعا القوانص بتاعتي الاول صغير كده، ومنضفاها كويس جدا من اي جلد زوايد او مادة دهنية كده فيه، وشطفاه كويس جدا عشان اطلع الزفرة منه ونعاف الليمون. بعد كده بقطعه مكعبات صغيرة وبضيفه على البصل. ببدأ احط هنا التوابل بتاعتي، بضيف عليها الملح والفلفل ده اساسي، ومعاكي بقى شوية بهارات مشكلة او 7 بهارات، دي بتعمل لها اضافة برضو كويسة. وهضيف برضو معايا كركم، تمام، وجنزبيل ده برضو هيبقى حلو، برضو هضيفه دلوقتي مع الحاجة دي. يعني بتدي طبعا بشوحها مع الحاجة، بتدي نكهة وريحة وبتتحمص كده مع الحاجة شوية. ببدأ طبعا هنا بضيف الأول القوانص على أساس إنها بتحتاج يعني تركة سوى أزيد من الكبد. يعني أنا الكبد أنا هشيها كبد وقوانص. هنا بضيف معايا الكركم، وبضيف معايا جنزبيل باودر. بعدها طبعا انا هنا مجهزة عندي الكبد برضو منضفاها ومقطعها قطع صغيرة، بس انا بنزل بالقوانص الاول على اساس القوانص بتحتاج سوى ازيد شوية من الكبد. بنفضل نقلبها كده تقلبتين لحد ما بحس ان هي خلاص داخلة على السوى بتاعها. بعدها بضيف الكبد معايا. طبعا الفراخ هنا انا كنت طبعا مجهزاها وعامله لها محلول النقع، وسبتها تصفي على ما اعمل الخطوه اللي انا بعملها حاليا دلوقتي. يلا حبايبي لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. هنا ضفت الكبد معايا وببدأ اقلبها، يعني بديها كده تقلبتين كده 3، وبعد كده ببدأ أعمل الخطوة اللي بعد كده. أنا البرغل عندي مجهزاه وغسلته ونقعاه، أنا نقعاه يجي ساعة كده وصفيته، تمام، على ما الكبد والقوانص تبدأ تدخل في السوا معايا وأشوحهم. بنزل بالفريك معايا، أنا قلت برغل ولا فريك مش عارفة. بنزل بالفريك معايا، بيبقى حلو قوي، وبفضل اشوح فيه كده. هو طبعا واخد التمليحة بتاعته وكل حاجة، وبفضل اقلبه كده عشان يتشوح مع الحاجة، وبعدين هسيبه برضو ياخد سواه. ده اضمن لي ان هو ياخد السوا بتاعه بره، عشان اتجنب. وبضيف عليه بقى المية، مش بغطيه بالمية، لان هو اوريدي هو منقوع قبلها فدخل في السوا، يعني المية دي بتساعد على السوا بتاعه. ببدأ أكمل السوا بتاعه بنص كوباية مية كده،
وبغطيها كده وبسيبه يكمل السوا مع الكبد والقوانص. ما بياخدش كتير، يا دوب كده اول ما يبتدي يبقبق كده معاكي زي ما انت شايفة، بهدي بقى عليه النار خالص وببدأ اسيبه يكمل السوا بتاعه. هنا سبته يبرد على جنب، لحد لازم اسيبه يبرد خالص قبل ما اضيفه واحشي بيه الفرخة بتاعتنا. تمام. الفرخة هنا وزنها كيلو، وهنا منضفاها كل حاجة، وببدأ بقى كده ايه احشيها من تحت الجلد ومن جوه بكل اريحية خالص، وانتي مطمنة ومرتاحة ان الحاجة مش هتعمل زيادة داخلية للجلد وممكن الفرخة تبوظ معانا، لا خالص. احنا هنا شغالين وبنحشي من جوه الفرخة وبره كده. تمام. وبنبدأ يعني فيها كل البهارات بتاعتها وفيها الملح اللي هي هتطعم لنا الفرخة بتاعتنا. وهندخلها طبعا اي رز او اي رز مثلا، او الفريك بتاعك نزل على الطبق اللي انت بتحشي بيه الفراخ، ما تاخدهوش تاني معاكي، خلاص انت بتستغني عنه، بتستثنيه لانه خلاص هو خد ما ترجعهوش تاني. يعني انا عندي الفريك دلوقتي خلاص اوريدي مستوي مع الكبد والقوانص، انا مزوده عشان اعمل له فرشه تحت الفرخه بتاعتنا لما تطلع، بحيث اللي عايز ياخد زياده معاه. وببدأ هنا ألم طبعا الجلد، هي خلاص مش هيطلع بره خالص، وبقفل الرجول مع بعضها كده علشان أجهزها ان هي تدخل الفرن بتاعنا. هنا بقى الفرخة في الفرن بتستوي، وضفنا هنا معلقة صلصة على معلقة سمنة مذابة، وعشان دي بقى ايه اللي هدهنها على الوش كده، وجه الفراخ كده، وخليها ايه تتحمر تاخد لون، تساعدنا على انها تاخد لون تحت الشواية. خلاص الفرخة هنا استوت، خدت يا دوب كده ايه من 30 كده يعني من 35 كده ل45 دقيقة. بصوا هنا بقول لكم هنا ما فتحتش ولا اي حاجة. ببدأ ادهن كده بالفرشة بتاعتي عشان اساعدها على التحمير انها تاخد لون جميل، وبقلبها برضو جوه في الفرن تحت الشواية عشان تاخد اللون بتاعنا. تمام. وبسيبها تحت الشواية. طبعا انا هنا عاملة فريك كده بالقوانص زيادة، فرشتها كده في الطبق بتاعنا وعليها يشوفوا الفرخة خدت اللون الجميل بتاعنا، ما شاء الله جميل وتحفة، جميل قوي ولونها وطعمها تحفة. الف هنا وشفا. يلا جربوها قولوا لي رأيكم فيها ايه، وهتحتاجوها جدا في وصفات رمضان يا جماعة، لازم هتعملوها يوم ان شاء الله. باي باي.